بمناسبة الإنجاز العظيم اللي صار في تونس إنه بعثوا راديو للمثليين. قلت يا خويا تعرف كيفاش؟ خلينا نعمل دورة في هاك الصفحات متاع البلدان الشقيقة والصديقة ونشوفوا مش يحكيوا علينا. يا خويا يا خويا اش باش نحكي لكم؟ جماعة مش فرحت بينا، مش يعني يزغرطوا ورانا. المهم مش علينا فهم. لكن لفت انتباهي فما صفحة في بلد عربي شقيق، دخلت نلقاهم بارتاجين الفيديو متاع الافتتاح متاع الراديو هذا للمثليين في تونس. فما تعليق لفت انتباهي وانا جاوبته ما سكتلوش. تونس راه باش نعديها له بسلامات انا كيكا. نلقى السيد كاتب قال يا اخي انتوما مستغربين منهم اللي هم عاملين اول اذاعه عربيا واسلاميا للشواذ في تونس. يا اخي الرئيس متاعهم كي كان صغير عاملين عليه غنايه يا خدود التفاح. والله مسكت له قلت له ولكن تقعد تونس دينها الاسلام ولغتها العربيه. يا اخي جاوبني. قال لي باه كي انتم دينكم الاسلام ولغتها العربيه يشبيه عندكم نهج متاع ناس زرقون تبيعوا فيه في نساكم. قلت له لا بابا لا بابا طبطة يبطى في الهبطة. نحن في تونس معناش نهج نبيعوا فيه في نسانة. ذوك نسا شكون ما نعرفهمش. نحن نسانة شرفة ونظاف وعفيفات. دونك برا شوف هذوكم انسان شكون خاطر ماهمش نساء التوانسة اللي نعرفهم انا ويعرفوهم التوانسة الكل. نحن المرأة التونسية مرأة شريفة وعفيفة ما تبيعش روحها ب5 وب10,000. نساء شكون ما نعرفش لكن ما تلصقهم ليش وما تلصقهمش للدراب هذايا. ما همش انسانه وما نعرفوهمش. نحن انسانه نظاف وعفاف اللي يحكي عليهم يتحمل هم مسؤوليتهم. ولكن زاد تبقى تونس لغتها العربيه ودينها الاسلام. قال لي لحظه يا مازلت كسرت عندكم فضيحه متاع النايب اللي سب في ربي في مجلس النواب ورئيس الجلسة اللي هم الإسلاميين قالوا حاجة ما تعنينيش وتقول لي انتم تونس لغتها العربية ودينها الإسلام. قلت له ومع هذا عنا نايب يربرب تحت قبة المجلس اللي هو النايب الفاضل سي منجي الرحوي. ولكن تقعد تونس لغتها العربية ودينها الإسلام. قال لي هي. قلت له اسمعني خويا هي عاد فك على قتلي انت باش تشد لي دراشنية وكذا. يا خويا شوف تونس دينها الاسلام ولغتها العربيه. مع اني بيناتنا نحن توانسه صافينا حاسس اللي عن قريبه نفما نيزك باش يهبط مش باش يردمنا هكا يعني الله اعلم مش باش يصير فينا. او كم من الاخر يخرج من الدار يعمل طله الفوق فمش حاجه هابط علينا. الله يقدر الخير وكهو. ولكن تبقى تونس دينها الاسلام ولغتها العربيه.